النهارده انا ناويه احكي لكم انا ازاي خسيت بالمونجارو. فبدات اعمل دايت وانا 13 سنه. عملت جميع انواع الدايت، بس فاكره وانا صغيره قعدت ادعي ربنا ان يجي لي في بطني دوده، احاول وادخل الحمام واحط اي ستيك ما برجعش. انا ما كنتش اوفر ويت للدرجه اللي تخليني eligible للعمليات دي. عملتي ايه يا يارا عشان تخسي 15 كيلو دول؟ ايه العبط ده؟ معقول حد يعني ياخد حقن دواء للسكر عشان يخس؟ الدكتور بتاعي بتاع اللي عالجني في الكانسر قال لي تمام. انا مش جعانه، انا مش بفكر في الاكل. أنا أنا أهم حد في حياتي، وجاي أعيش في الدنيا تجربتي أنا. ما أقدرش أغير حاجة في الحياة غيري أنا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة. أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي مختلف، بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست وانا يارا. النهارده موضوع الحلقه شائك جدا علشان عليه جدال. النهارده انا ناويه احكي لكم انا ازاي خسيت بالمونجارو. دي مش روشتة، مش نصيحة طبية، أنا مش دكتورة، أنا بحكي لكم تجربتي الشخصية وهفتح قلبي معاكم من كل الكلاكيع منذ الصغر. الموضوع أنا هحكيه لكم من البداية وإزاي وصلت لهنا، وإزاي حد ممكن يوصل لأنه يتقال له أنت عندك حصاوي في المرارة لازم تشيلها، ويشيلها وهو مبسوط جدا وسعيد علشان خس. الموضوع مش بس أكل، الموضوع نفسي وليه حاجات كتير متراكمة. كل حد مر بيها. أنا متأكدة إن أي حد بيعاني من زيادة الوزن هيفهم كلامي جدا وهيحسه. فخدوها ان انا بس بشارك معاكم تجربتي، واي حاجه المفروض اي بني ادم ياخدها سواء كان حقن او ادويه او كده لازم تكون تحت استشاره طبيه. بطلب منكم ان انتوا لو حبيتوا الحلقه تبعتوها لحد انتوا حاسين ان هي ممكن تفيده. اعملوا لايك، كومنت، سبسكرايب، الحاجات دي كلها بتساعد البيج وبتساعد ان الفيديوز توصل للناس اللي محتاجاها. نرجع ليارا وهي صغيره قوي. زي اي طفل داق السكر، حب السكر، ادمن السكر، ومش السكر اللي هو الحلويات، السكر اللي هو في العيش الابيض، السكر اللي هو في المكرونه، في الكربوهيدرات، السكر اللي هو فعلا في كل حاجه تتخيلوها. وما كانش في زمان الوعي بتاع الماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز، ويعني ايه كربوهيدرات ويعني ايه فايبرز وبروتين وفاتس، وازاي نقسم اكلنا وكل الكلام ده. كان الاكل المصري اللي هو بيبقى رز وحاجه وبروتين، رز وخضار وبروتين، ده الاكل. وده كان مفهوم الاكل الصحي، يعني الاكل الصحي الاكل في البيت ايا كان معموله ازاي محطوط فيه ايه. وبالتالي الاكل اللي بره كان كله اللي هو الممنوع مرغوب. احنا عايزين ناكل من بره، عايزين نجيب حاجه حلوه، عايزين حتى الادمان بيوصل لانه عايزين ناكل عيش من الفرن، يعني عايزين اي حاجه من بره بتبقى فيها فرحه كده. وزي ما كتير بقى دلوقتي عارف ان السكر، كل ما بناكل سكر كل ما جسمنا بيبقى بيكريف سكر اكتر او بيبقى عايز سكر اكتر. دي كانت الحاله اللي انا فيها، انه انا عندي ادمان سكر. الحاجه التانية اللي اكتشفتها انه برضو الموضوع ليه علاقه بحته نفسيه، انه احنا مثلا كاسره عدينا بفترات صعبه ماديا زي اي اسره مصريه مرت بظروف صعبه. ده كان بيخلي انه مثلا مفيش انواع اكل معينه نفسنا فيها، نفسي فيها، عايزه اجيب شوكولاته معينه، عايزه اجيب مش عارفه ايه، ده مثلا مش متواجد طول الوقت. فخلى عندي اني اي مثلا مره هتعزم فيها، هروح فيها عيد ميلاد، هروح هيبقى في مناسبه ان انا عندي اوبشن اني اكل حاجه يعني مش كويسه او مسكره او unhealthy او fast food، ان دي فرصه. يعني انا ما ينفعش اروح عيد ميلاد من غير ما اكل التورته مثلا. فدلوقتي وانا عندي 30 سنه الحمد لله اقدر اشتري اللي انا عايزاه في اي وقت، والحاجه متاحه جدا بقى. إذا كمان ما كانش في زمان المولات الكتير دي والفرانشايز الكتير قوي بتاع كل الاكل ده. فلما يفتح محل تحسي برضو ان هي فرصه، انا عايزه اروح اجيب المحل ده. دلوقتي كل حاجه موجوده وبتتجاب لحد البيت. بس لسه انا جوايا حته انه لما لازم السينما معاها اكل معين، المول معاه اكل معين، عيد ميلاد، وكل حاجه مرتبطه بالاكل. يعني هحس ان في حاجه غلط لو انا مثلا رحت السينما وما جبتش فشار وكراميل في حاجه غلط، في حاجه ناقصه في الاكسبيرينس بتاعتي. وطبعا ده ادى لان انا بقيت اوفر ويت. طول عمري من ساعه يعني ما عندي ذكريات ليا كان انا بنت وانا كنت اوفر ويت.
ومش هقول لكم انه كنت اوفر ويت بزياده، يعني اللي هو اوبيس، بس اوفر ويت يعني في الحته ما بين اللي هو لا، في دهون كتير، في دهون زياده عن المفروض تكون في جسم طبيعي. وده طبعا انا كنت ملاحظاه بسبب ان صحابي كلهم رفيعين، ملاحظاه بسبب الميديا والمودلز وكل البنات اللي شكلها حلو قوي اللي بشوفها، وان انا شايفه جسمي مختلف، وان انا عندي 10 سنين وانا مش مبسوطه لما اجي البس. طبعا غير التنمر اللي الواحد بيتعرض ليه في المدرسه، ومش شرط تنمر فظيع، بس في كلام بيترمي، في كلام بيتقال قدامي مثلا على البنت التخينه والبنت اللي مش تخينه. like it or not، هي ده الواقع احنا عايشين فيه. يعني الناس هتبص، هتجudge اول حاجه، او حاجه كمان يعني دلوقتي لما الواحد بيكبر وبيماتشور ده بيتغير، بس واحنا صغيرين especially بقى الولاد الصغيره تقعد تتكلم على البنت دي كذا والبنت دي كذا، فدي تخينه ودي رفيعه، دي من اول الحاجات اللي بتتقال على البنت. مفيش مثلا حد بيعلق على شكل البق واحنا اطفال، لا، هي اول حاجه البنت دي رفيعه، البنت دي تخينه. طبعا ده كمان كان بيأثر عليا كشخص كمان perfectionist، انه انا عايزه اكسل في كل حاجه، لا عايزه يكون جسمي بشكل معين، عايزه يكون شكلي بالطريقه اللي انا رسماها في مخي، مش متقبله شكلي. المشكله اتكلكعت اكتر بقى لما وانا عندي 13 سنه رحت قلت لمامتي انا عايزه اعمل دايت. طبعا ده سن صغير جدا اني ادخله في حاجه زي الحرمان، وزمان الدايتس ما كانتش زي دلوقتي انه في اخصائيين تغذيه وبيتكلموا مع المرضى كمان في الحته النفسيه، ويظبطوا اكل حلو ويقسموا انه الاكل يكون مفيد. كان المحفوظ بتاع النص فرخه والربع فرخه مشويه والسوتيه والزبادي بالليل قبل النوم وثمرة الفاكهة، والورقة كانت بتتعلق على التلاجة. بجد غالبا عند البشر كلها نفس الورقة. دي كانت بداية كمان علاقتي بالدايت الغلط، انه انا محرومة. ولما كبرت واتشخصت ب ADHD اكتشفت ان انا شخصيتي مخي بيركب انه لما حد يقول لي على حاجة لأ بتحلى في عيني اكتر. طبعا دي حاجة بشرية، بس عند الناس عندهم ADHD تبقى ازيد. يعني انا حتى في الكويس عايزه انجح في مشروعي، حد بس واحد يرمي لي كلمه انه دي فكره اي كلام، وشوف بقى الحماس اللي هيجي لي وانه لا لازم اثبت نفسي ولازم انجح. ففكره ان انا محرومه، وكمان زي ما بقول لكم انا اصحابي كانوا كلهم رفيعين، فما حدش عنده المشكله دي، ما حدش حاسس بيا خالص، وما حدش مركز هو بياكل ايه. يعني ممكن يبقوا بياكلوا حاجات اوحش مني بكتير ولا مركزين ان هي لا بتخن ولا بتخسس ولا دي اكل وحش ولا دي اكل حلو، بياكلوا خلاص ورفيعين وعندهم حرق عالي. وانا لا، جسمي مش بيحرق، جسمي بيخزن. هل طبيعة جسم، هل عشان كنت باكل وحش من البداية؟ الله أعلم، بس ده الجسم اللي أنا فيه. فبدأت أعمل دايت وأنا 13 سنة، رايحة مع أكلي خايفة آكل، فده عمل هوس بالأكل أكتر. أنا طول الوقت بفكر في الأكل، بفكر في الوجبة الجاية، بفكر ان انا حاسه بالذنب اني كلت الاكل ده، بفكر ان اكيد الناس الرفيعه ما عندهاش نفس الغشوميه دي اكيد الناس التانية عارفه تتحكم في نفسها اكتر مني. ال 24 ساعه بتوعي حتى لو انا مش باكل، انا يا بفكر في الاكل، يا بفكر ان نفسي في حاجه، او بفكر انا ليه نفسي في حاجه واتعصب من نفسي واحس بخزل كده، او بفكر طب اطلب اكل امتى، طب لما اروح هنا هاكل ايه، او كلت وحاسه بالذنب ومتضايقه من نفسي، او كلها مشاعر او افكار في مخي ليها علاقه بالاكل، وبتزيد لما ابقى عامله دايت. عملت جميع انواع الدايتس، جميع انواع الدايتس، جربت كل حاجه. التزم شويه ازهق واتخنق واحس ان انا هو انا ليه يا ربي كده، وانا ليه مش عارفه اخس، وانا ليه مش زي بقيه الناس. اقوم فاتحه على البحر تاني واتخن تاني. ده معروف بحاجه اسمها يويو دايتنج. ناس كتيرة بيحصل معاها كده. انا متفهمه ان مش انا بس انا كانت فكرتي طب ما في ناس تانية ما بتمرش بده، انا عايزه اكون من الناس دي. طبعا كنت بكره اعمل شوبينج، كنت بكره اتصور، ببقى في خيالي متخيله ان شكلي حاجه واجي اشوف صورتي الاقي حاجه تانية خالص. وبجد كانت ممكن تعكنن عليا خروجه، تعكنن عليا اليوم، سفريه. مش عايزه ابان، يعني عايز دايما استخبى. وللاسف فكرت في حاجات بجد وحشه. دي يعني it will sound disturbing قوي، بس هي فعلا حاجات انا كلها فكرت فيها. وانا صغيره كان عندي صاحبتي رفيعه قوي،
كنت بسألها يعني انت بتاكلي ايه بتاع، قالت لي انا باكل كل حاجه وباكل كتير عادي، اصل انا عندي دوده في بطني. فهي دي بقى اللي بتاكل الاكل. الله اعلم صحه الكلام ده، انا حتى لحد النهارده ما رجعتش الكلام ده لما كبرت، بس فاكره وانا صغيره قعدت ادعي ربنا ان يجي لي في بطني دوده علشان تاكل الاكل في بطني وانا اكل براحتي واخس. شويه لقيت صاحبتي واحده تانية برضو خست جدا. عملتي ايه؟ انا قعدت ارجع. ده حاجه اسمها بوليميا، لما بتاكلي تخشي ترجعي في الحمام، سوري يعني على الفيجوال، بس انه تخشي الحمام ترجعي، فجسمك مش هيخزن الاكل وتتخني فتخسي. حاولت والله العظيم حاولت، ما كنتش بعرف ارجع. انا اصلا طبيعتي مش بترجع كتير، يعني بيبقى عندي نوجه كده بس مش برجع، حتى في الحمل ما كنتش برجع خالص. احاول وادخل الحمام واحط اي ستيك، ما برجعش. لما كبرت شويه العمليات اللي هي بتاعت التكميم والحاجات دي اللي كانت طلعت في فتره من فتره يعني 15 سنه كده، كانت طلعت جامد قوي. انا ما كنتش اوفر ويت للدرجه اللي تخليني eligible للعمليات دي، ففكرت طب انا هاكل واتخن لحد ما اوصل للحته دي فاعمل العمليه واخس بقى قوي زي ما انا عايزه، يعني انا في النص كده، فانا هطلع عشان انزل. برضو تفكير طبعا في حته مرضيه يعني. فكرت اعمل دايت الفاستنج الميه، طبعا فشلت. الانترميتنت فاستنج بفشل. طب انا هبقى فيجن فشلت جدا. بصوا لو قلت لكم فعلا جربت كل حاجه وفكرت في كل حاجه مش هكون بكذب. فكرت في يعني ابشع الحاجات، يعني كفايه فيجوالز لحد كده، بس عايزه افهمكم ان اي حد بيمر بده والله انا جايه من نفس الحته. نيجي بقى للجزء اللي انتوا كلكم مستنيينه. عملتي ايه يا يارا عشان تخسي 15 كيلو دول؟ طيب، عايزه اقول لكم ان برضو في رحلتي اللي انا عملت فيها دايتس كتير دي خسيت، يعني في مرتين انا فاكراهم بالظبط هم دول اللي خسيت فعلا فيهم جامد. كان قبل فرحي، كان شكلي في فرح حلو وكنت خاسه ومبسوطه من نفسي، ده كان رياضه ودايت عادي جدا. طبعا باظ بعدها، وجي الجواز وجي الاكل من بره كتير وبالليل بموفي نايتس وكورونا، وجت الولاده اني خلفت مرتين. ما تخنتش التخن اللي هو اكستريم كواحده حامل، بس تخنت طبعا، تخنت وبقى اصعب اني اخس لان انا تبقى معايا مسؤوليه ومعايا طفل اول مره وبعدين طفلين بينهم سنتين بس، فانا معايا طفل سنتين وطفل نيو بورن. كنت وصلت وقتها ل 75 كيلو. ده كانت اكتر حاجه انا وصلت لها في حياتي كلها، بس كان مصاحبه بقى اكتئاب، كره شكلي، كره لجسمي، وكمان شغلي بيتطلب اني اتصور. كنت ببقى دايما عايزه اصور سيلفي بس مش عايزه اصور جسمي كله. مش عايزه اطلع في ايفنتس برضو حد يصورني في المصورين، دايما عارفه حاسه ان شكلي مش هيبقى عاجبني، مش عايزه اعمل شوبينج عشان مش عاجبني جسمي، فما عنديش لبس حلو اروح بيه الايفنتس، فبرضو مخالق كلكيعه اكبر وانسكيورتي اكبر ان كل البلوجرز رفيعين وفاشينيستاز ومش عارفه ايه، وانا في مخي اول حاجه بيشوفها هي ان انت تخينه. انا مخي بيقول لي كده، فما كنتش قادره ادخل في حته الرياضه والدايت بس مده طويله عشان ابدا اشوف ريزلتس، عشان اتحمس، عشان اكمل. ما عنديش، مش قادره. فسمعت عن فكره المونجارو والاوزامبيك وكل حقن تخسيس اللي هي مفروض ادويه للسكر زي اي حد طبيعي. قلت ايه العبط ده؟ معقول حد يعني ياخد حقن دواء للسكر عشان يخس؟ احنا وصلنا لكده؟ جملة قلتها ومعترفة. يعدي الوقت لسه مكتئبة والناس بتتكلم عليها أكتر. يعني أنا اللي غير رأيي إن أنا شفت فيديوز لدكاترة بيتكلموا عليها، دكاترة كمان مش بس مصريين وعرب، دكاترة من بره بيتكلموا على فوائد تانية ليها اكتشفوها لما ادوها البيشنتس حسب كمان الدوز، وإن هي لما تتاخد صح تحت إشراف طبي لا فيها فوائد كتير. البنات اللي عندها PCOS، للبرين فوج اللي هو الكلوتر اللي في المخ، زي ما قلت لكم دي مش روشتة ولا اي حاجه، دي الحاجات اللي انا توصلت لها من الريسيرش بتاعي اللي خلتني اقول ليه لا. بس من هنا بقى جت البدايه. انا شخص صريح جدا، يعني اعرف ناس كتيره بتاخدها وما بتقولش حتى الاقرب ناس ليها اهلها. انا قلت لكل اصحابي وكل اهلي، قلت لجوزي،
انا هاخد منجارو. طبعا قعدوا يحسسوني لا ولا فارق معايا. انا بس بقول لكم out of courtesy، بس انا كده كده واخده قراري. عملت التحاليل، عملت السونار المطلوب، عملت انترفيو مع دكتور، عرفت الهيستوري بتاعتي. انا عندي كانسر هيستوري، بس قالت لي ملوش علاقه الكانسر هيستوري بتاعي انا برضو، عشان لو حد عنده كانسر هيستوري ده مش كلام طبي. ف الدكتور بتاعي بتاع اللي عالجني في الكانسر قال لي تمام، خلاص اشتريتها من مصر، وقررت ان انا اللي هديها لنفسي في البيت. انا بعرف ادي حقن، وهي اصلا سهله قوي، هي مش حقنه يعني، هي زي بتاعه السكر كده. فقلت انا كمان، قلت لنفسي انا مش هعلي الدوسجز قوي، انا هبدا باللي هي اقل واحده اللي هي 2.5، وهزود بس مره، وهقف هنا، مش هزود. والله لو بقيت بجوع خلاص اتعامل باللي انا وصلت له، يعني مش لازم احس ان انا مش جعانه خالص عشان اعلى اخر دوز، لا. فعلا بدات ب 2.5. عدى يوم بعد ما خدتها، صحيت من النوم الصبح، انا مش جعانه، انا مش بفكر في الاكل، انا مش فارق معايا، انا عايزه اقوم وخلاص، عايزه اشتغل، انا مش مهووسه بالاكل. انا كان شعور حد يفوقني، هو ده بجد، هو ده سحر، هو انا ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا مش جعانه. مش هقول لكم اكتر من كده، يعني انا اللي شخص بقول لكم 24 ساعه مهووس بالاكل، حتى لو مش باكل بس مهووسه بفكره الاكل. انا مش جعانه خالص. طيب، لا، انا قلت لنفسي انت لازم تاكلي عشان تبقى عندك انرجي، انت برضو و... وعندك شغلك، فلازم اكيد انت بتاكلي حاجات كويسه عشان تديكي انرجي، وما تقعيش، ما تهبطيش، وتخسي زي ما انت عايزه. الواحد وهو شبعان، حتى وانتوا عاملين دايت هتلاحظوها، وانتوا شبعانين في الدايت بتبقوا بتبلانوا اكل حلو قوي، وبتاكلوا اكل كويس قوي. المشكله بتحصل في الدايت في بوظانه لما بنجوع قوي 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 قوي، وبنوصل مرحله اللي هو مش فارقه معايا حاجه، ان شاء الله مع اني عملت دايت، ان شاء الله ما خسيت، وتبقوا ناقمين على الحياه كده. فوانا مش جعانه مع المونجارو، انا بعمل اختيارات احسن، انا باكل اظبط. يعني انا لو في اليوم كنت مثلا زمان باكل 2000 3000 كالوري، انا باكل 500 600، واكل نظيف. فانا مبهوره، انا مبسوطه، انا خارجه مع صحابي، مش بفكر ان احنا رايحين المكان ده بيعمل كراب حلو قوي، يا خساره مش هينفع اكل عشان انا عامله دايت. لا، انا رايحه، ايه ده، صاحبتي جابت كراب قدامي، مش قادره ابص عليه اصلا، مش عايزه، مش فارق معايا، اللي هو انا، لا ده سحر. عدى اول شهر وانا باخد 2.5. الشهر التاني زودت، دخلت اللي هي 5 ملي جرامز. قعدت توتال يعني بخس على مدة 4 شهور. 4 شهور الناس طبعا لاحظت من أول شهر، كله قال لي انت خسيتي، ده اداني حافز أكبر. فنزلت اشتريت لبس رياضة حلو، فبقيت بروح أنا كنت بروح الجيم من الأول خالص، من بداية ما أنا بدأت، ومن قبلها برضو وأنا كمان بروح الجيم وبتمشى. فخسيت شوية، جبت لبس للرياضة أحسن، الناس خدت بالها، السلف كونفيدنس بدأ يعلى. أنا مبسوطة، لا أنا فعلا مبسوطة، أول مرة أحس بالشعور ده، أول مرة كبنت طول عمرها من جواها شايفة نفسها تخينة مبسوطة. حتى الناس على انستجرام خدت بالها، الناس كانت بدأت تقول لي انت متغيرة، انت واثقة في نفسك اكتر، انت طالعة في الكونتنت اكتر، ظاهرة اكتر، you're shining، يعني انت مش بتستخبي زي ما طول حياتي وكنت الاول مرة احس شعور الناس اللي بتكون شبعانة ومش مش مهووسة بالاكل. هل كان في سلبيات؟ طبعا كان في. بالنسبة لي أنا، هو بالنسبة لكل حد مختلف، أنا أعرف ناس اتبهدلوا جدا وكانوا بيرجعوا على طول. أنا الحمد لله ما كانش عندي أي ترجيع، كان ساعات بيبقى عندي شعور بالغثيان يعني النوجة، كنت أول أسبوع تقريبا بس بالنسبة لي، بعد كده ما جاليش تاني. بس شعري وقع جدا، كنت باخد فيتامينز، بس طبعا طبيعي إن هو يقع. أنا بالنسبة لي هيرجع تاني عادي، دلوقتي أنا خلاص وقفت، فأنا باكل عادي، وهجيلكوا في الآخر عن أنا دلوقتي بعمل إيه، بس إنه خلاص هيرجع تاني إن شاء الله عادي. طبعا الخسسان اللي بيبقى كتير مرة واحدة ده بيبقى فيه كمان خسسان في العضلات، هي دي أكبر مشكلة. بس تاني أنا دلوقتي بتمرن، وكنت وقتها بتمرن، أنا حاسة نفسي أقوى، حتى لو أنا على الورق خاسة عضلات أنا مبسوطة. وأنا
بشتغل على ده، يعني مش انه سايبه الموضوع وخلاص خسيت وخلاص، لا انا دلوقتي في حته ان انا ببني عضلات وببني شيب وبظبط جسمي في الطريق الاحسن. فناس كتير تقول ان ده الايزي واي اوت، المونجارو ده الطريقه السهله. هي مش سهله، ما انا بعمل مجهود ايكوال اكتر كمان من الحد بيعمل دايت ورياضه بيعمله. انا مش ببرر ومش بقول، مش بقنع حد، انا بقول لكم في مخي او الحقيقه انه انا خدت الحقنه، خسيت، باكل كويس وبتمرن. هي كانت اداه بتساعد اني تديني دافع، تديني بوش كده في الاول، عشان لما اشوف الريزلتس ابقى عايزه اكمل، ابقى متحمسه، ابقى حاسه ان ايوه جايب هم، ومش اقعد مثلا 3 شهور بخس 2 كيلو. فاهمين قصدي؟ ف فشعري، العضلات، طبعا كان بيبقى فيه شويه دوخان لو انا يوم نسيت اكل فعلا. اصل انتوا مش بتحسوا بالجوع يعني، او ده الاكسبيرينس بتاعتي، انا مش جعانه ايه. انا ما فهمتكوش قوي هي بتعمل ايه. هي الموضوع كله ان انا مش جعانه معظم اليوم، ولما بجوع واكريف حاجه بجد بشبع من قطمتين. يعني مثلا انا لما كنت بطلب مثلا ايس سبانيش لاتيه، ممكن اشربه على بق واحد. انا اصلا انا بطني فيها مكان وهو طعمه حلو. لا، وانا بالمونجارو وانا باخد بق بطني فيهاش مكان، ممكن اشرب ربع سبانيش لاتيه وعلى ساعه مثلا. كان عندي صاحبتي واحنا في الجامعه بتعمل كده، وانا مش فاهمه هي ازاي كده. بقول لها العصير معاكي من اول محاضره لحد اخر اليوم، انا بشوف هو على بق واحد. يعني مش فاهمه فهميني. فهمت بقى. بس انا عندي كان بمساعده المونجارو، وهي كان عندها ده بطنها صغيره. الرابعه السلبيه انه في شويه لوس سكين. انا زي ما قلت لكم انا ما كنتش اوبيس، الحمد لله إن ما عنديش سكين كتير قوي، بس في شويه، يعني هنا شويه، في تحت ايدي شويه، في رجلي شويه. كلها حاجات بالنسبه لي انا تمام. يمكن مع التمرين كمان تظبط شويه، الله اعلم، انا بعمل عليا يعني وبنشوف. بس انا تمام. اكبر حاجه بقى، وهي اللي تبين قد ايه المشكله كانت بجد كلكيع عندي، هي ان لما الواحد بيخس وزن كتير في وقت قليل، بيتكون ساعات كتير حصاوي في المراره. دي شفتها مع ناس كتيره اللي عملوا عمليات تكميم، اللي خسوا كتير عامه. وانا في حالتي لما خدت المونجارو خسيت 15 كيلو في 4 شهور، جالي حصاوي على المراره، كانت بتوجعني جدا جدا جدا. دخلت المستشفى كذا مره هنا في طوارئ عشان يركبوا لي محاليل، والدكاتره لما بعد السونار وشافوا الحصاوي وهي كانت صغيره فمش كويس اني اسيبها، قالوا لي لا شيلي المراره. وانا بكل سعاده شلتها طول ما انا خاسه. كل الناس بقى اللي هو سلامتك، انا تمام عادي، مش انا مش متضايقه خالص، مش انا خسيت ومبسوطه. م- يعني طبعا ده فكر مرضي، انا معترفه. يعني انا بقول لكم، مش بقول لكم ان ده فكر عادي خالص. انا اصلا حكيت لكم الهيستوري بتاعي عشان تفهموا ان ده اللي وصل لده. علاقتي الغلط بالاكل وبجسمي، والعدم قلة التوعية اللي كانت وقتها موجودة بالنيوتريشن وبالأكل، وكمان حتى جودة الأكل الصحي. يعني أنا كانت مامتي بالنسبة لها السلطة طماطم خيار وليمون، بكرهها، كنت بكرهها بجد يعني. لا دلوقتي مثلا السلطات فيها أشكال وألوان، وفيها حاجات حلوة، فيها يعني تبقي حابة الأكل الصحي، مش حاسة إنك بتاكلي حاجة كده فراخ مسلوقة. فاهمين قصدي؟ فده اللي وصلني لحتة المرض الشديد، اللي هو انا مش فارق معايا مرارتي، بس فارق معايا إن انا خسيت. وهجيلكوا بقى في الاخر هنتكلم على ازاي نحل ده بقى من جذره يعني، او انا ده انا شغاله عليه حاليا. وده يجيبنا بقى لدلوقتي انا فين. ناس كتيره حذرتني اني اول لما اوقف الحقن الجوع بيرجع بشراهه. الصراحه ده ما حصلش معايا، انا رجعت يارا. بس هي يارا اصلا مشكله، يعني هي يارا اصلا ده مش ما كانش حاجه كويسه يعني نبدا بيها ونرجع لها. فانا خفت من نفسي يعني، زي ما يكون كان في حد شايل الصوت اللي جوه اللي بيكلمني عن الاكل والهوس بيه، كان خرج ورجع تاني. اللي هو قال لي اهلا انا رجعت لك، فاكراني ولا لا؟ هتعملي ايه؟ هتعرفي تحافظي؟ دراسات كتير بتقول ان كتير قوي من اللي بيخسوا بالحاجات دي او بيخسوا بسرعه بيرجعوا تاني. حاجه اسمها ريلابس، انه بيرجعوا للعادات القديمه عشان هم ما غيروش العادات بتاعتهم، ما غيروش المايند سيت. هم وقفوا اكل عشان واخدين حاجه بتخليهم مش جعانين، فلما بطلوها كلوا تاني وتخنوا تاني.
فزي ما قلت لكم في الاول انا عندي ADHD. ال ADHD بيخليني لا انا عايزه ابروف الثيري دي غلط. انت بتقولي ان انا هتخن، طب والله ما انا تخنانه. في حته عند، وفي حته خوف من اني ارجع تاني لنفس العادات القديمه. ما هو انا مبسوطه قوي، انا عايزه اعمل شوبينج، انا عايزه اتصور، انا فرحانه بنفسي، حاسه اني صغيره، حاسه اني اخف، حاسه اني الفيرجن اللي عايزاها من نفسي، من ناحيه الشكل، ناحيه جسديه. لحسن حظي ان انا في هذه المرحله من التغيير الخارجي انا اوريدي شغاله على نفسي جدا من جوه، بدليل البودكاست اللي انا عاملاه. فانا اوريدي شغاله على نفسي جدا من جوه، فانا بطور من كل حته في حياتي. فبالتالي عايزه اطور كمان من صحتي، عايزه اكل اكل، عايزه علاقتي بالاكل تبقى صحيه، عايزه احب الاكل، عايزه اللي هو مش احب الاكل، انا بحب الاكل، عايزه احب الاكل اللي هو ايه. لو قدامي كوسه هو كرواسون، ما بقاش قاعده بقول لنفسي مضطر اكل دي بقى بس نفسي في دي، لا، ابقى انا بحب ده عشان هو كويس ليا. شكرا ان انتي يا كوسه فيكي فوائد ليا. لو عايزه اكل كرواسون هاكله مره كل فين وفين، بس مش اللي هو مش الاوبسيشن اللي عندي بانه هو انا ليه كده. بعمل ثيرابي، بعمل حاجه اسمها سوماتيك ثيرابي، ليها علاقه، بنرجع بقى للاصل المشكله والروتس، وجسمي بيرياكت ازاي، مخي بيفكر في ايه. دي حاجه انا مثلا منتظم عليها قوي وحاسه ان هي بتساعد. طبعا وجود الريزلتس قدامي، يعني هو مشكله في الدايت ان انت بتبقي كملي بس وهتشوفي، كملي بس وهتشوفي. انا شايفه اوريدي خلاص انا وصلت للي انا عايزاه مبدئيا. لسه في كتير عايزه احسنه واطوره، وعضلات واقوي وظهري وكل الكلام ده، بس شايفه اوريدي ان انا خسيت. فالموتيف بتاعي اعلى من لما ببدا من الاول. فشايفه النتيجه قدامي، شايفه الهدف قدامي متحقق. ف فعايزه استمر. الحاجه التالتة، مش عايزه ولادي يشوفوا العلاقه الانهيلثي بتاعتي بيني وبين الاكل دي. عايزاهم يبقوا لا بياكلوا كل حاجه فانا بحاول كمان اطبخ لهم كل حاجه. فبحاول دايما في البيت دلوقتي اخلي في اوبشنز كتير قوي للاكل، من الاكل الصحي مختلف بقى، حلو وحادق، ديزرت، سناكس. يعني بدل ما اقول لهم لا مش هناكل كاندي، انا بعمل في البيت حاجات، او بجيب مثلا مش مجفف واقول لهم دي كاندي، وعارفين الكاندي التانية، يعني عارفين الحاجات اللي في السوبر ماركت، بس انا بدي حلول تانية طعمها حلو، هما مش لما بياكلوها مش بيتضايقوا. بدل ما اقول لهم لا هناكل سلطة وحشة مملة، ف... فيطلعوا بنفس العقد اللي انا طلعت بيها. الله اعلم هيطلعوا ايه في المستقبل. انا بعمل اللي انا اللي بحاول احسن حاجه بحاول اعملها قدامي، زي ما اهلنا عملوا احسن حاجه برضه هم شافوها في وقتهم، ودايما في تطور، دايما في تحسن. يعني حاجه كمان بعملها ان انا منتظمه على التمرين قوي، وبدات اشوف بقى التمارين اللي انا بحبها، يعني انسى بقى فكره ان لازم نعمل واحد اتنين تلاته. لا انا حابه ايه. اكتشفت الريفورمر بيلاتيز قد ايه لذيذ وممتع. بحب اتمشى، فاسمع كتاب وانا بتمشى. بحب بعمل بقى strength training عشان ابني عضلات، فده يساعد مع البيلاتيز. مع بقى مثلا حاجات stretching مع يوجا. كل ده بقسمه على الاسبوع، وبرضو بزيرو بريشر، يعني بحاول ابقى احن على نفسي. مش النهارده انت مشغوله قوي خلاص افركي كتير مع الولاد مثلا، العبي معاهم اكتر فتحرقي شويه كده. مش قادره خالص جسمك بجد مهلك، ريحي. يعني بحاول اصلح العلاقه ده اللي انا الفيز اللي انا فيها دلوقتي، لان للاسف الافكار رجعت، الافكار بتاعت الجلد والشيم والعار انت ليه كده، وانت فيكي حاجه غلط، وهوس بالاكل، كلها رجعت. فانا بحاول فعلا ادخل بقى جوه واحل من جوه. فلما بتكلم مع حد صراحه انا منحازه، يعني انا بقول لهم لا انا الاكسبيرينس بتاعتي كويسه، ولو حد سالني بقول له خدها صراحه. كنت بخاف اتكلم على انستجرام عن حوار، عشان بجد للاسف الناس ما بتعملش الموضوع زي ما صح، وبتاخد الكلام out of context. وانا لو ده حتى مش على منجاره، يعني انا لو قلت حاجه على الاطفال بياخدوها بطريقه تانية وبيعملوها بطريقه تانية، فمش دايما اللي انا اقصده بيتفهم صح او بيتنفذ صح، فببقى شايله هم ان حد يتاذي بسببي او بسبب كلامي.
بس حسيت ناس كتير قوي كل يوم بتخش تسألني، فقلت يعني احكي لكم تجربتي وان انا شايفاها شخصيا حاجة كويسة. هي مش حل سحري، هي أداة لو استعملت صح مفيدة في وجهة نظري. مش بس الخسسان، هي كمان بتقلل الانفلاميشن اللي في المعدة. الانفلاميشن ده بيجي بسبب الأكل اللي الجسم مش عايزه. يعني لو بتاكلي حاجة فيها دهون كتير قوي، حاجة سبايسي قوي، حاجة يعني الأكل اللي احنا بناكله معظمنا ومش صح لينا بيعمل التهاب. الالتهاب ده بيبقى كمان سبب ان انت تقيلة، مش مركزة، عندك حموضة. البي سي او اس اللي هي التكيسات اللي بتيجي للبنات كتير قوي دلوقتي برضو بتساعد فيها. في دكتورة هحط لكم تحت في الديسكربشن لينك لحلقة شفتها عن دكتورة بتعمل حاجة اسمها مايكرو دوزنج، يعني بتعمل نسبة صغيرة قوي من الدواء، من المادة الفعالة، ناس بتعيش عليها طول حياتها، اسمها مايكرو دوزنج. يعني بتقول فوائد بقى كتير جدا، بتديها لجوزها والباباها، لمامتها ولبنتها، 3 أعمار مختلفة بجندرز مختلفة. ما اعرفش مع مامتها عملت ايه، مع جوزها خلته يوقف ان هو يشرب الكحول، مع بنتها عالجت الاكني والبي سي او اس. بس مش النسبة اللي بتتجاب في الحقن اللي بتشتري جاهزة، لا هي بتعملها في العيادة، فلازم تحت إشراف طبي طول الوقت. و... والناس بتكمل بتعيش حياتها. مش عارفة لو أنا يعني الفكرة زي دي ممكن أعملها ولا لأ. ممكن في المستقبل لو لقيت إن هي فعلا ليها فوائد أكتر من عيوب. طبعا الحاجات دي مكلفة، هي نفسها الحقنة نفسها مكلفة، بس ستيل هتبقى أرخص من العملية يعني. وبعدين هي بالنسبة لي حاجة كانت براحتي، يعني أنا كنت برضو بفكر إن العملية there's no going back، أنا شلت حتة من المعدة خلاص، لكن مع دي أنا خلاص أنا وقفتها ورجعت زي ما أنا. فهي حاجة بتحكمي أنا يعني. فلو حد قرر ياخد منجاره وخس وما اشتغلش على نفسه من جوه probably هيرجع تاني، دي حقيقة. أنصحكم بجد إن انتوا تشتغلوا على نفسكم جدا من جوه، أيا كانت الطريقة. في طرق كتير. أنا كمان meditation ساعات بيساعد إني أقعد أحاول ارجع لنفسي لما يجي افكر في افكار دي، احاول اسمح لنفسي اني اكل لو عايزه، بس اعمل احسن اختيار ممكن قدامي. اقول للاكل يعني احب الاكل انه شكرا ان انت تديني الطاقه اللي انا عايزاها، انا ممتنه ليك. في ناس بتشوف الكلام ده يعني هبل وعبط، بس فعلا انه زي اي نعمه، انه انا ممتنه ليك، انا مش خايفه منك، انا مش بكرهك، انا مش عندي معاك طار كده، لا انا هاخد منك الفايده اللي ربنا حاططها فيك عشاني وسخرك ليا. وانا عايزه ابقى بصحه كويسه، عايزه ايج بطريقه كويسه، عايزه لما اكبر ابقى ستيل عندي رياضيه وبتحرك وبتمشى ومش عايزه مساعده من حد، عايزه العب مع احفادي، عندي جولز اكبر من الشكل كان اكبر واحد growing up. المونجارو ساعدني اني احل جزء منه، بس الجزء التاني لسه عليا انا كمان. ودي كانت قصتي مع المونجارو، وليه اخدته وازاي اخدته ووصلني لايه. وممتنة جدا اني عملت حاجة زي كده. طبعا كل اكسبيرينس مختلفة، اعرف زي يعني ناس كتيرة ما خستش عليه، خست وتخنت، تعبت جدا، كل الكلام ده موجود، هي ريسك يعني. فدايما ارجعوا للدكتور. وبرضو لو حابين تشاركوا قصتكم في الكومنتس تحت، احب اسمعها واقراها. ولو عندكم اسئله برضو احب اساعد لو قدرت يعني. اشوفكم الحلقه الجايه من بودكاست انا.